الاهلي راجع والزمالك واقع. ده ملخص الكلام للجولة العاشرة في الدوري المصري، اللي الاهلي لعب بس 9 مباريات وليه كمان مباراة مؤجلة. كده بعد تعادل الزمالك وفوز الاهلي على كهرباء اسماعيلية، الاهلي والمصري والزمالك مع فرق الاهداف 18 نقطة، والاهلي ليه مباراة مؤجلة لو كسبها يعتلي الدوري بفارق عن الزمالك وعن المصري بثلاث نقاط، هيبقى 21 نقطة. مليون مبروك يا أهلاوية. الزمالك يتعادل مع المحلة في محنة شديدة للمدرب واللاعبين ومجلس الإدارة، وهجوم ضاري من الجماهير على مجلس الإدارة وعلى اللاعبين وعلى المدرب يانيك فيريرا. تعادل اليوم بعد هزيمته من الأهلي 1-1 مع المحلة بهدف كارثي، غلطة كارثية من الدفاع من منتصف الملعب، 2-3، وجابوا هدف التعادل. مليون مبروك للمحلة ومليون مبروك للكابتن علاء عبد العال. ولا عزاء لكل من يسخر من الاهلي ويقول لك الاهلي بوك 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 بوك. بنزل ابص في اغرق في الدوري عشان اشوف الاهلي في المركز ال 15 وهو لسه كان الفريق لسه لاعب 6 مباريات، والدوري والاسقاط والهزل اللي كان بيتقال الدوري ملهوش طعم من غير الاهلي لو نزل درجه ثانيه. على العموم العبره بالخواتيم وذا فيجر ستوكينج، الارقام تتحدث.